السلام عليكم ورحمة الله. فندق سافرون اخوان. قاعد بهذا الفندق الساعة هسه خلي اشوفكم اياه بالعشرة و42 دقيقة. من الحر اخوان، حتى الشغل ما كملته، صار عندي دوخة وصار عندي ارهاق شديد جدا. فعفت الشغل، رجعت للفندق، ارتاحت، ردت انام، ما قدرت انام، قلت قلت خلي اطلع اكل لي لقمة واصور لكم فيديو يوم في مدينة دبي بالليل، نطلع نتعشى نتمشى نشرب لنا شي بارد وعلى قولتهم نروق. اخوان هذا الفندق، هذا الشارع العام، الفندق خلفي، هذا هو فندق سافرون. فندق حلو نظيف وسعره مناسب. اكيد الحجز مالته عن طريق الانترنت يكون ارخص عن طريق الابلكيشن. هاي شوارع خلفيه اخوان، هاي ساحه بارك معروف سادي اخوان، بمشكله بس هو هذا بارك مال سيارات. شوف هاي العالم تستغله، بالنهار عالم تركض يلعبون هذا الركت، يلعبون الهنود، وهاي يلعبون طوبه مثل ما تشوفون. ما اعرف اذا واضح لو لا، راح اوقف الفيديو خلينا نطلع على الشارع العام واصور لكم. اخوان هاي شوارع الخلفيه هيك تصير دائما، مو كل المناطق بس اغلبيتها هذه تكون خلفيه لكن تكون مناسبه، السكن بها اسعار مناسبه. الشارع العام لا يكون مزدحم وبيه حركه حلوه. هواي ناس دا يقدمون على فيزا الامارات ما دا يحصلوها. اي شخص عنده مشكله او يحب يجي للامارات، اي سؤال عنده، اي استفسار، يقدر يراسلني على الانستغرام وان شاء الله اكون بخدمتكم. اللي يحب فيزا، اللي يحب سكن، اللي يحب مكانات للشغل، اي شغل انت تشتغل بيه، تجاره، شراء بضائع، موبايلات، ملابس، احذيه، جنات، تجهيزات، مثلا مطاعم، هاي التفاصيل تراسلني وانا بخدمتك ان شاء الله. هاي بنايه جديده دا يبنوها، فمسوين هذا الممر للناس محمي من الاعلى اخوان، محمي من الاعلى ومن الجوانب، من هذا الجانب ومن هذا الجانب. شوف هذا مكان الشغل، حتى البارك مال السيارات ساديه، هذا فقط خارج منطقة العمل، يخافون عليها ليصير حادث. اخوان هذه الباصات، لكن ايضا موجود هذا كوسترات، هاي شلون احنا نقول الكيات، هاي كيات بس هاي يشتغلون بها خط الشغل والمدارس اكثر شيء والشغل، يعني الشركات هاي تصير للموظفين. بس انا اشوف ناس يصعدون بها يعني عبريه، فما بجربها ولا مره اريد اجربها، بقت باكر عقب باكر اقدر اجربها بفد فيديو. شوف الشارع شلون مزدحم اخوان، خلي اخذكم بنص الازدحام نروح هناك نتعشى. هاي منطقه العبور اخوان، منطقه هاي البارحه قاعد هنا، والله قاعد تقريبا نص ساعه قاعد هنا، ابغى استمتع بهاي الاجواء. الناس شلون هذا تشتغل، شلون النظام مالتها حلو، شلون ترتيب. هاي عبور المشاة والسيارات من هنا التفاصيل. هاي محطة مترو الرقة، محطة مترو، محطة جميلة جدا اخوان ومكانها كلش حلو. من هاي المحطة تقدر تنتقل لمحطة ثانية نهاية الشارع، محطة اسمها يونيون يعني الاتحاد. شوف هاي اخوان، هاي قلت لكم عليها، بعض الناس ينزلون وما اعرف ذولا موظفين او لا هيك عبرية يصعدون، ما اعرف والله، اريد استفسر عليها. هاي شوف هواي وقت هسه نهاية الشغل فيصير موجودات هواي. هذا هو مدخل محطة الرقة، محطة مترو الرقة اخوان. مرات يصير منطقة العبور مزدحمة، واحد ما يلحق عليه، ما يريد ينتظر، انا مرات انزل من هنا واطلع من ذاك الجانب. اخوان الشيء الممتع بهذا الشارع انه تلاقي كل الجنسيات العالمية، بها العرب، مصريين، عراقيين، سوريين، بها الاسيويين، صينيين، يابانيين، كوريين، تايلاند، فلبين، كل الجنسيات، بيهم الافارقه، هاي اكثر الجنسيات كلها تلقاها هنا. فمتعدده الثقافات ومتعدده اللغات، واي لغه تحكيها راح يفتهمون عليك بحكم الاحتكاك اللي يصير عندهم. اكثر الناس يجون من هذا الجانب شايلين حقائب مال شركه اديداس، لان مكان شركه اديداس الفرع مالته هنا نهايه هذا المكان، ومسويه فد خصم كلش حلو. صراحه خليكم فد نظره سريعه ناخذ عليها. الفيديوهات السابقة أو السفرات السابقة من دبي صورت لكم إياها من هذا الفندق. صارت مشكلة أني والريسبشن مالتهم، قعدت يومين وطلعت من عنده، قعدت ذاك الفندق، بس ممكن بكرة أرجع هنا بهذا الفندق. راح أصور لكم الفيديو الثاني من هذا الفندق. شوف هذا مكان أديداس، هذا مكان العبور الثاني، مكان عبور مشاة جميل جدا اخوان. هذا الشارع اللي احبه بيه الحريه، فول فري، يعني شنو يعجبك سوي بدون ما تعتدي على احد بالشارع، بدون ما تتجاوز على القانون، بدون ما تاذي غيرك.
اي شيء البس اللي يعجبك، اكل اللي يعجبك، سولف بالطريقه اللي تعجبك، اشتري، بيع، كل شيء سوي، ما عدا انهم ما تعتدي على الاخرين. حريتك تقف عند حقوق الاخرين وما اعرف شلون. هاي شركه اديداس اخوان، هذا الرسمي، الفرع الرسمي مالتهم. مسوي هو خصم، خلي اشوفكم شو مسوين. طبعا ذولا خصومهم حقيقيه اخوان. يقول لك اشتري ب 300 ادفع 200، اشتري ب 500 ادفع 300 على جميع المنتجات. فهذا الخصم اللي قلت لكم عليه، هذا هو هماتين هنا. 125 درهم اماراتي. هاي التيشيرتات مالتهم. طبعا مو كل الناس تحب هاي الشغلات، كل الناس تحب الشغله الاصليه. ممكن احنا ما نلبسهن او نشوفهن شغلات كلش عاديه، بس غيرنا لا يشوفها شغله. هذا هو مكان شركه اديداس اوتلت. هذا مطعم اليمن للمندي. لا اللي يشتغلون به يمنيين، لا اللي يطبخون يمنيين، اخوان عجيب كلهم اسيويين وناس حتى اللغه مالتنا ما يعرفوها. اللي يعجبني اخوان بالسوريين حصرا الجنسيه السوريه، يفتح مطعم سوري، العمال كلهم سوريين، فقط عمال خدمه مثلا تنظيف او غير التنظيف يخلون مو سوريين، الباقيين كلهم سوريين. هذا يكون اطيب اكل وانظف اكل، وسعر الاكل ايضا رخيص ومناسب، مو رخيص لكن مناسب. هسه راح اخذكم المطعم هنا السوري ذاك الاخضر، صار تقريبا 5 ايام ما ماكل بيه، كلش مشتاق له. طبعا هذا مكان بارك مال السيارات، فمسوين اشجار على طول الطريق اشجار، ومسوين سياج للاشجار. هاي صاير مستغلين ناس مسوي جلسات وشغله كلش طبيعيه. هو بين مكان ومكان الحكومه مسويه مصاطب، لكن هم مستعمليها كلها للجلسات، حتى انا اقعد عليها. الناس هنا تجلس تشرب شاي كرك. شوف كل هالناس قاعده على هاي المكانات. السلام عليكم. السلام حجي، كيف الحال؟ صباح الخير، حياك الله يسلمك. كيف الحال؟ موجود هذا ربع دجاج؟ موجود. ايش قد سعر ربع دجاج؟ 15. سوي لي قد ما اجي سعر غسل رز وبطاطا. رز. بس رز مو قديم جديد؟ طبعا. ايه اللي بدك بطاطا. لا سوي رز. على الربع دجاج. مع رز معلم، رز ابيض ولا برياني؟ معلم اعمل لي مع اول مطعم شباب انا صعد غسلت، وعندهم هاي الجلسه الخارجيه كلش حلوه. زين انا اختار هذا المكان على الشارع مباشره، ومكان صغير. هذه هي الجلسه. اخوان اللي يحب يجي مطعم طلة بيروت، محطه مترو الاتحاد، ينزل من عندها باتجاه محطه مترو الرقه. هذا برجر كينج، هذا السوق الصيفي اللي نصه انغلق، فندق لوتس جراند، وهذا هو المكان. هذا هو المطعم طلة بيروت، افضل واطيب وانظف مطعم، وتعاملهم فوق الخيال.
اول مطعم اخوان خلصنا من عنده، نروح نعبر البرجر كينج. برجر كينج يسوي ايس كريم كلش طيب اخوان. اذا تدخلون للصفحه راح تشوفون سفرتي اللي فاتت قبل شهر، كان هذا كله سوق ليلي يسموه مال فعاليات موسم السياحه الاماراتي. فهسه انتهى موسم السياحه، يعني بدا الصيف حار كلش قوي، فينتهي موسم السياحه، فهذا عزلوه. تايلاندي اكثر شيء، فلبين وتايلاند. بقى فقط هذاك المكان، ذاك بيه بلياردو ومنضده، بلياردو ومنضده ومقهى بيقدم شاي كرك كوفي. احنا لازم من هنا نعبر ونجي على برجر كينج. شوفوا هذول شاي ايس كريم، هاي مال برجر كينج. هذه ايس كريم، هذا هو برجر كينج اخوان. هاي يمكن حيله تسويقيه، يمكن ناصبين علينا لان يبيعوها رخيصه 2 درهم اماراتي وكلش طيبه، والعالم اكثريتها تجي عليها. فانت حتى لو ما جوعان تجي تاكل واحد ايس كريم رخيص وطيب. هاي I want ice cream. One. How much? 2 درهم. 1 2 2 درهم اماراتي. هي ما مأثر عليهم، حتى اذا بفلوس يبيعوها ما خسران، حتى اذا يخسر بيها، حتى اذا يوزعها فري وما خسران. ثانك يو. لان هي تجيب زبائن والله. واحد كل ما يجوع يتذكر برجر كينج يجي مباشره بالدماغه. طيبه كلش والله يا شباب، كلش طيبه وتبرد القلب وحلوه والله شباب، ما يشبع منها، كلش تخبل. بقت اخر قطعه هاي يا شباب. هذه تسوي شاي كرك كلش طيب، بس الجو حرام، صار لي والله صار يمكن يومين 3 نهائيا ما شارب شاي كرك. دا افكر قاعد قدام يا شباب هنا، قاعد دا افكر اشرب شاي كرك ولا لا. اسواق اخوان في مدينه دبي هو الماء الوتر اخوان. نشتري مي، هذا البطل الكبير انا عندي 2 بالفندق، بس هذا يخلص لان ملحق والله العظيم. نرجع نفس الطريق هذا اللي يجي انا من عنده حتى ننهي الفيديو. اللي وصل لي هنا بالفيديو، هاي نهايه الفيديو. اتمنى خليت فد نظره حلوه واستمتعت بهذا الفيديو. لا تنسى اشترك بالقناه، سوينا لايك. اخوكم كرار الذهبي، ان شاء الله نكبر سويا. هاي الفيديوهات اخوان مجرد ذكريات خليها داخل القناه، مجرد ذكريات خليها بداخل القناه مالتنا، حتى نرجع نشوفون نستمتع بيهن. في امان الله، وانتبهوا على انفسكم.